يا مساء الفل على كل جمهور الأهلي العظيم في كل مكان. واضح إن الأيام الجاية في النادي الأهلي فيها أخبار كتير عن حالة اللاعب إمام عاشور، واللي بقى محور كلام جماهير الأهلي والسوشيال ميديا بعد ما ظهرت أخبار عن رغبته في العودة للتدريبات الجماعية. لكن إدارة النادي كان ليها رأي تاني خالص. القصة بدأت لما إمام عاشور اللي غاب الفترة الأخيرة بسبب الإصابة طلب من الجهاز الفني والطبي إنه يرجع يشارك في تدريبات الفريق من جديد. اللاعب حس إنه حالته اتحسنت وإنه جاهز بنسبة كبيرة، خصوصا إنه ملتزم بالعلاج، وكان عايز يثبت للجهاز الفني إنه راجع أقوى من الأول. لكن المفاجأة كانت في قرار النادي الأهلي اللي رفض رجوعه للتدريبات دلوقتي، وقالوا إن الشفاء لسه مكملش بنسبة 100%. الجهاز الطبي في الأهلي شايف إن استعجال عودة إمام عاشور ممكن يسبب انتكاسة جديدة، وده آخر حاجة الفريق عايزها، خصوصا في المرحلة دي اللي الأهلي فيها داخل على جدول مضغوط ومنافسات قوية سواء في الدوري أو أفريقيا. النادي دايما بيحط سلامة اللاعب قبل أي حاجة، حتى لو كان الفريق محتاجه داخل الملعب. ومن المقرر إن إمام عاشور هيخضع خلال الساعات الجاية لفحص طبي علشان يحددوا الموقف بشكل نهائي. هل خلاص قرب من الجاهزية الكاملة ولا لسه محتاج فترة علاج وتأهيل إضافية؟ وده الفحص اللي هيكشف كل حاجة بشكل رسمي، وهيكون بناء عليه القرار النهائي من الجهاز الفني بقيادة ياسروب. وخليني أقول لك إن القرار الأهلي ده بيعكس حاجة مهمة جدا، إن مفيش حاجة اسمها نرجع بسرعة علشان نلعب. النادي عنده نظام صارم جدا في التعامل مع الإصابات، وده اللي حافظ على مستوى كتير من نجومه. وده كمان بيأكد إن مفيش مجاملات، حتى لو اللاعب نجم كبير زي إمام عاشور، الكلمة الأولى والأخيرة دايما بتكون للطب والعلم. جماهير الأهلي طبعا متلهفة تشوف إمام في الملعب تاني، خصوصا بعد الأداء اللي كان بيقدمه قبل الإصابة لما كان بيشكل خطورة كبيرة في نص الملعب بتمريراته وتسديداته القوية، وكمان روحه العالية اللي بتشعل الفريق في الماتشات الصعبة. لكن الجمهور كمان عارف إن الرجوع لازم يكون في الوقت الصح، لأن أهم حاجة إن اللاعب يرجع جاهز بدنيا ونفسيا 100%. بعض التقارير كمان قالت إن إمام بقى عنده حماس كبير للعودة والمشاركة، خصوصا بعد دعم جماهير الأهلي ليه الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، والكل بيكتب له مستنينك يا نجم. وده أكيد بيديله دافع معنوي كبير. لكن الجهاز الطبي متمسك بخطة العلاج لحد الآخر ومش هيخاطر بيه أبدا. والمؤشرات كلها بتقول إن إمام ممكن يرجع تدريجيا في التدريبات الفردية، وبعدها يبدأ يدخل في التدريبات الجماعية لو الفحص الطبي أكد تحسن حالته بالكامل. وده طبعا هيفتح الباب أمام مشاركته في المباريات القادمة، وده اللي الكل مستنيه بفارغ الصبر. وخليني أقول لك كمان إن ياسروب المدير الفني الجديد متابع حالة إمام عاشور أول بأول، وبيعتبره من أهم العناصر اللي هيعتمد عليها في طريق بناء الفريق الجديد. الراجل عايز يشوف كل اللاعبين جاهزين بنسبة 100% علشان يقدر يطبق أفكاره التكتيكية الجديدة اللي شكلها هتكون مختلفة جدا عن اللي شفناه قبل كده. وفي النهاية جماهير الأهلي عندها يقين إن النادي بيشتغل بعقل واحتراف، وإن كل تأخير في رجوع أي لاعب بيكون ليه سبب علمي مش مزاجي. والأهم دلوقتي إن إمام يرجع وهو في كامل لياقته علشان يكمل الموسم بأفضل شكل ممكن، خصوصا إن الأهلي داخل على موسم صعب. وفي ختام الفيديو يا جماعة، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد عن أخبار الأهلي أول بأول. وخليك دايما معانا في المدرج الأهلاوي.